شباب، مشكلة تكرار الإعلانات ومش عارف تسيطر على التليفون، ومش عارفين حتى نمسك البرنامج اللي عامل لنا القصة دي. زي ما انتم شايفين أنا فاتح الواي فاي، كل شوية تاني إعلانات زي كده مش عارفين نسيطر عليه. حتى لما بحاول أجيب البرامج المفتوحة بيهرب مني، يعني عايز أفهم البرنامج ده إيه عشان أقدر أمسحه، برضه بيهرب مني. مجرد بس يعني ما بلحقش أمسك الجهاز في إيدي. طب إيه الحل؟ نخش على الحل على طول. يعني بص بوريك أهو، ما عرفتش أمسكه، ملحقتش. هنقفل طبعا اي داتا انترنت، وهنخش على الضبط كده، وهنخش على التطبيقات، وهنبدأ ندور على التطبيقات الغريبة. 메모리가 가득 찼습니까? هندور على التطبيقات الغريبة. مثلا ممكن يجي لك في شكل في شكل جوجل، يعني متصفح جوجل. او مثلا يعني شايفين كده في اتنين هنا، اتنين جيميل جوجل. في واحد منهم بتاع الجهاز وفي واحد منهم اللي فيك. بتاع الجهاز هتلاقوا كلمة ايه؟ الغاء تفعيل، زي كده. ده بتاع الجهاز، هتلاقي كلمة الغاء تفعيل. طيب الفيك هتلاقوا زي كده الغاء تثبيت، اعمل الغاء تثبيت على طول. فهمتوا الفكرة؟ طب انا عملت ده وعملت اكتر من 13 14 برنامج ومفيش فايدة. لا، هتلاقي واحد منهم هو اللي مسيطر على الجهاز. يعني ممكن تلاقي واحد كده ومكتوب لك كلمة التفعيل، شايفين هنا اهو. اعمل لك فوكس بس كده، هتلاقي كلمة تفعيل تحت اهي. لو دوست تفعيل وظهر لي كلمة الغاء تثبيت يبقى ده برنامج ضار. ده من ضمن البرامج الخبيثة اللي بتعمل لي اعلانات. اعمل له الغاء تثبيت فورا. ماشي. ممكن يجي لك على شكل برنامج خرايط، او برنامج بوصلة، او برنامج ديني مثلا، او برنامج معرفش ايه ميرو، معرفش ايه دي، حاجة مش مفهومة. طبعا انت بنخش دايما على على السيتنج، من السيتنج على الضبط، ومن الضبط نبدأ بقى نشيل كده برامج زي دي مش مفهومة. ماشي. ممكن يجي لك مثلا في صيغة مثلا حاجة سيرفيس او سيتنج سيرفيس، فهتبدأ ان انت تشيل كل الكلام ده. طبعا التيك توك وشبيه كل مواقع التواصل دي سيبها، دي سليمة. لكن الحاجات اللي انا قلت لكم عليها زي كلمة جيميل دي، او زي مثلا زي مثلا ده متصفح انترنت، ده المفروض بتاع سامسونج، ده سليم. يعني ده بيبقى سليم مفهوش حاجة. بس حبيت تشيلوه ونزلوه تاني مش مشكلة. برنامج زي ده مكتوب لي هنا التفعيل، اروح اعمل تفعيل خلاص اداني غير تثبيت، يبقى البرنامج ده اصلا كارثة. انا مش عارفه ده ايه، جايز هو الفيروس اللي ماسك لي الجهاز ومش عارف اسيطر على الجهاز. في برنامج تاني زي ده انا مش فاهمه ده ايه، لا الغاء على طول. فانا هبدأ ادور ايه البرامج الغريبة اللي انا مش عارف اعمل لها حاجة. يعني هي اكيد في برنامج هو الكارثة، الكارثة الكبيرة، زي مثلا بتاع جوجل كده، مثلا جوجل ده اداني الغاء تفعيل، ده بتاع جهاز هسيبه مفيش مشكلة. وده برضو الغاء تفعيل، ما ادانيش الغاء تثبيت. فهمتوا الفكرة؟ جلاكسي السول سليم. هنا كل الدنيا عندي يعتبر انا اندرويد سيستم اشوفه، ده سليم. ده برضو اندرويد سيستم، ده سليم. ده اندرويد اوتو سليم برضو. احاول اشوف حاجة تانية. ده برضو سليم. ده برضو مسجل الصوت، هنا مكتوب كلمة تفعيل، هدوس عليها، ده الغاء تثبيت اشيله دلوقتي. ده انا مش عارف ده سليم ولا لا، لان البرامج اللي زي كده بتبقى فيك. فهمتوا الفكرة؟ طلبات كلنا عادي منزلين طلبات. ترو كولر ده كارثة برضه، ما بحبوش اصلا. تعال نشوف في حاجة تانية. ايه القاموس ده؟ محدش فاهمه، بس ده تبع للجهاز كده. الرسايل، في عندنا 2 رسايل، في حاجة غريبة فيهم، هنشوف انهي الغريب فيهم. ده سليم. طب ده سليم ماشي. ده كده الاتنين دول سلام. طيب تعال نشوف التقويم، عندنا 2 تقويم برضو. ده الغاء تثبيت على طول، لان ده كده فيك. ده هتلاقوه السليم اهو، بصوا ده السليم.
الآلة الحاسبة نفس القصة، إلغاء تثبيت، لأن دي المفروض جاي مع الجهاز. أول أنا لو نزلتها هبقى متأكد إن دي حاجة كويسة. أشوف كام حد منزل البرنامج ده، مثلا أكتر من 10 مليون، أكيد ده برنامج كويس. أنا معلش طولت معاكم الفيديو، بس أنا عايز أوريكم الفكرة نفسها عاملة إزاي. أنا فودافون شيله دلوقتي خالص. طيب تعالوا نشغل النت كده ونشوف راح ولا لسه في برنامج خبيث رشق لنا في الجهاز. النت اشتغل اهو. كده الامور كويسه. بس ده كان كل الفكره كلها. يا رب كنا فدتكم حبايبي.